في نوعين من الناس. النوع الأول هو اللي عايش عشان يخدم الكل، بيعمل اللي الناس تطلبه منه ودايما شغال على راحة غيره، بيعمل حتى وهم مش طالبين منه حاجة، بيعملها كنوع من أنواع اللطف، فاكر إن الناس هتحبه هتعشقه. أما النوع التاني بقى هو اللي الكل بيخدمه، لأ، هو اللي الكل عايز يخدمه. النوع الأولاني ده بيتقال عليه مزود الخدمات أو التابع أو الخروف. أما النوع التاني بقى هو القائد. في الحلقة دي هنتكلم عن الفرق بين القائد والتابع، وليه لازم تخرج من دور مزود الخدمات، وازاي تبني الشخصية القوية اللي الكل يحترمها. اوعى تفتكر انك لما تقول حاضر وتمام لكل طلب الناس هتحبك، على العكس تماما، تبقى مجرد شخص بيتم استخدامه. الناس بتحترم اللي عنده مبدأ، اللي يعرف يقول لا لما تكون ليها لازمة فعلا. لما تفضل في دور مزود بتخسر اهم حاجة، الا وهي احترامك لنفسك واحترام الناس ليك. I never told my ex that. I never told my ex that I was not really into him. Yeah, why? Why'd you get in a relationship with him? He was a simp and like he would give me anything I wanted. So simp and like he would give me anything I wanted. So simp and like he would give me anything I wanted. فضلت تقول نعم لخطيبتك على كل حاجة هي عايزاها، نعم لأصحابك على كل حاجة هم بيطلبوها منك. هيبدأوا هيعاملوك كأنك حاجة مضمونة وسهلة، وهتلاقيهم مش بيبدوا أي اهتمام ليك. انت طبعا فاكر ان هما كده هيحبوك لما تعمل لهم اللي هما عايزينه، لكن بالعكس كده هيشوفوك في أدنى صورة، ومش هيتعاملوا معاك غير بس لما هما يكونوا محتاجين. القائد بيعمل ايه؟ القائد مش معنى انك تكون متحكم او متسلط. القائد هو اللي عنده رؤية واضحة، عارف هو عايز ايه، مبدأه اللي مش بينفعه مش هيعمله. القائد دايما بيظهر واثق حتى لو مش عارف كل حاجة. وفي فرق بين الثقة والفتي. الفتاي هو اللي مش عارف حاجة بس بيفتي يقول أنا عارف، ويقعد يفتي بقى ويقول أي حاجة. لكن القائد حتى هو مش عارف، واثق من نفسه، بيحاول يتعرف أكتر ويعرف أكتر بكل ثقة. جهله بشيء معين مش معناه إن هو حمار أو شخصيته قليلة ولا حاجة، لا، عارف يقول لأ بدون خوف أو تردد، بيقولها بذوق مش بيقولها بقلة أدب، ما بيضيعش وقته في خدمة اللي ما يستحقوش. طب ازاي تتحول من مزود الخدمات للقائد؟ أول حاجة النية. تعقد النية إن أنت عايز تبقى قائد فعلا، مش عايز تبقى لهبل، مش عايز تبقى مزود خدمات، مش عايز تسمع كلام كل حد ما يستحقش، في النهاية يخرج من حياتك أو يقل منك بعد ما ساعدته وبعد ما عملت كل اللي أنت عايزه عشانه. في النهاية يديك خازوق مغري. قيمتك، اعرف ما تستهينش بنفسك أو قدراتك. قيمتك بتبدأ لما تؤمن إن أنت الوحيد اللي تستحق الأفضل. وساعتها الأفضل هيجي لحد عندك ويخبط ويقعد تحت رجلك ويقولك أنا تحتك يا معالي الباشا. تاني حاجة، حدد أولوياتك. مش كل حاجة في الدنيا محتاجة مجهودك ووقتك. اعرف ايه اللي يستحق وايه اللي ميستحق. طور مهارات. القائد دايما عنده حاجة بيقدمها، مهارة، خبرة، حاجة الناس تحترمه بسببها. فطور مهاراتك عشان الناس تحترمك أكتر. مش كل طلب لازم توافق عليه، مش كل شخص لازم تقبله في حياتك، مش كل شخص لازم تحبه، مش كل شخص لازم تكرهه. لا، ابدأ ارسم حدودك. حدودك هي أهم شيء. حدودك هي اللي هتخلي الناس تتعامل معاك ازاي، هتخليها تتكلم معاك ازاي، نبرة صوتها هتكون معاك ازاي، وقفتها معاك هتبقى عاملة ازاي، أي حاجة هتبقى معاك ازاي. ارسم حدودك من البداية. ما تنتظرش مثلا بعد ما تقابل واحد وياخد عنك الانطباع الأول ويشتمك مثلا يشتمك يقولك في وسط الهزار كده، يقولك ايه، يقولك انت حمار يا ابن العبيطة، فاهم؟ فانت تعديتك ليها دي شيء سلبي ابن عرس، لان انت بعد كده هتشوف منه بلاوي. يبدأ كل مرة يقولك نفس الكلمة، وطبعا انت متضايقتش من العرس او حمار، فاهم؟ فهو يبدأ يقرر بقى يقولك يا ابن المتناجة، يا ابن الشرموطة، يا ابن العرس، ويقولك بقى، ويبدأ بقى بعد كده يوصل معاه المراحل ان هو يبدأ يهزر معاك هزار بحركات الايد. يعني احترامه ليك هيبقى في اوسخ صورة. وساعتها غير كده بقى طبعا لو هو مش عيل سالك، بعد كده لما حد يكون واقف معاكو هيبدأ يعمل نفس الحركات دي ويبدأ يهزر معاك بنفس الاسلوب، وخلاص هتبقى ملطشة لكل الناس. كل اللي يشوفك هيقول عليك ابن متناجة، مش هيقول عليك ابن متناجة بس، هيقول ان هو يهزر معاك عادي، فاهم؟ فقول ده هزار، هزار، خد فهزار، فاهم؟ ويبعبصوك هزار، فاهم؟ انت كده حدودك في الارض. حدودك يعني كرامتك، فانت كده كرامتك في الارض. لما يشتموك ويشتموا امك يقولك يا ابن المتناجة، يا ابن الشرموطة، ده طبعا قصف وحرام يعني، ولكن انت طبعا هزار، فاهم؟ كل الحاجات دي انت عرس خالص، مينفعش تعملها. في النهاية بقى خليك فاكر
الفرق بين القائد ومزود الخدمات مش في الظروف ولكن في القرارات اللي هو بياخدها. مش معنى ان واحد مثلا بيلبس لبس كويس جدا واو ماشي بقى ماشية جامدة جدا ويروح ويجي، بس هو لابس لبس غالي يا عم وعنده عربية والدنيا ملقلطة معاه، مش احنا يا عم. الفكرة مش في الظروف لكن في قراراتك هي اللي هتخليك قائد، مش مثلا انا غني حالتي متوسطة حالتي انا فقير. الكلام ده كلام بلح. انت الوحيد اللي تقدر تختار تعيش حياتك، تسمع كلام من الكل وتخدمهم ولا تكون الشخص اللي الكل بيحترمه. القرار في ايدك انت بس، كل عليك انك تعيش بشروط مش شروطهم.